السلام عليكم، أهلا غالياتي، لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. روتيني المسائي نشاركو معاكم كيف ما هو، بلا زيادة بلا نقصان، روتين حقيقي. غادي نشارك معكم واحد العشاوه اللي زوينه. بالنسبه لهاد اللصيقات هادو اللي كيلصقونا، يعرفتوا هادو قصتهم قصه. انا البارح خرجت مشيت للرحيبه نقضي واحد الغرض، ودزت عند مول 5 دراهم، اختي ولقيت هادو كيهزوهم الناس بالعرارم، اللي كتهز 4 اللي كتهز 5 اللي كتهز 6. فيهم بزاف ديال الموديلات، اللي مثلا يجوا في الثلاجه، اللي يجوا في بيت الناس ديال الوليدات. انا بصراحه ما كانش عندي كاع الفكره في راسي باش زعما واش غنشري هادو، وما عارفاش اصلا فين غنديرهم. المهم حتى انايا هزيت الباروك وقلت لا صدقوا لي زوينين، هي هذيك ما صدقوا زوينين، نحيدهم نعطيهم لريم تلعب بهم. وجايباهم والله ما عارفه فين غنديرهم، ولكن قلت غادي نشد وحده فيها هكا البراد ديال القهوه والكاس ديال القهوه. قلت غادي نديرها حدا البلاكار، هذا البلاكار هذا اللي حاطه فوق منه العصاره ديال القهوه، والاخرى اللي فيها المقراج والطنجره قلت غادي نديرها في الجهه يمكن ديال البوطه اولا ديال لافافو. هادو لقيتهم ب5 دراهم، الاخوات اللي كاينين هنا في مدينه العيون وغيسولوني من عند جمال الفيل، اللي كيبيع داكشي ديال 5 دراهم في الرحيبه، وراه معروف، هو اللي كيبيعون بهذا الثمن. اما الصراحه وحدين اخرين كيبيعون بكثار من هذا الثمن بيني وبينكم. واختي غادي نحيد هاد القراعي هادو اللي فوق هاد البلاكار، غادي نحيدهم، هما راه نقيين ممسوحين، ولكن بما اني غادي نحيد هاد الشيء هذا، غادي فضروري غادي ندير عاوتاني واحد المسحه خفيفه بالخل. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد العشيوه زوينه، الصوبه اختي، واحد الشوربه اللي هي لذيذه بزاف. وديال هاد الوقيته راكم عارفين دابا الحر ولا كيبرد، فضروري نتعشاو، وضروري نتعشاو بشي حاجه اللي تكون دافيه، ماشي اختي بحال الصيف. بحال الصيف تاكلي غير شي حاجه خفيفه في الليل وكتكفيك سبحان الله. البرد لا، البرد كتبغي شي حاجه دافيه وكتبغي تتعشاي، ما يمكنش تنعسي بلا عشاء في هاد الوقيته هذه من العام. واحسن حاجه اللي تقدروا تدخلوها في التغذيه ديالكم هي هكا الشوربات، صوب، حريره. بالنسبه زعما الاقتراحات ديال العشاء، وكاين بزاف ديال الاقتراحات. انا اليوم دايره هاد الشوربه هذه اللي كتجي رائعه ومغذيه وصحيه، هي اللي غنشارك معكم، لانه هو يعني هذا هو الروتين ديالي، وفعلا هذا هو العشاء ديالي اليوم. وانا جمعت ما بين العشاء والكوتي، درت عشاء وكوتي اختي باش يتعشاو، ومنها نيت كوتي صافي، وكل واحد يسالي شغلو، اللي بغى يرقد يرقد، واللي بغى يقضي شي حاجه يقضيها وصافي. راكم عارفين دابا اختي هاد الوقيته ديال البرد كتبغي اختي تسالي بكري باش تشدي واحد المينطو تكمشي فيها. يا اما تفرجي في التليفون، يا اما في التلفازه، المهم يا اما تطلع ما ديري، يا اما تقراي قران، ماشي غتبقاي الوقت كامل واقفه في الكوزينه باش كتوجدي العشاء، اولا كتصبني اولا تسيقي. داكشي ما كاينش دابا في هذا الجو. اختي هاد الجو هذا ديال تاع الشاي وشدي المنطو وتكمشي. ايوا صافي اختي هاد اللاصقات حيدتهم، غادي نلصقهم درك فوق هاد البلاكار هذا. نتوما خلوا لي بعد الراي ديالكم واش جاو زوينين ولا لا، الا كانوا لا علاقه قولوها لي باش نحيدهم. مسحت البلاكار بالخل كيف ما شفتوا الخل ديال التنظيف. بالنسبه اختي لهاد البلاكار بغيت ندير فيه واحد البريصه ديال القهوه جديده، ولكن باقي ما شريتش لانه الثمن ديالهم قاصح شويه. دوك البريصات ديال القهوه ديال القهوه ديك كابسول، صراحه انا ديك القهوه راه ما كنشربهاش بيني وبينكم، ما عنديش معاها، وكدير لي الحرقه في المعده، ولكن على حساب من الدار وعلى حساب ولدي ان شاء الله، فضروري غادي نشريها لهم لانهم كيبغوا ديك القهوه. انا اختي كنعشق القهوه الطبيعيه المطحونه المعشبه اللي كتكون منسمه بالاعشاب. راه كتشوفوا البريصه ديالها عندي، هذيك اختي ما نستغناش عليها، وهي القهوه اللي كنشرب بزاف، ما كدير لي سخفه، ما كدير لي قصي حرقه في المعده، ما حتى شي حاجه. ولكن البريصه ضروري خاصني نشريها، لانه فعلا كيف قلت لكم كيبغيها مول الدار وكيبغيها حتى ولدي. ان شاء الله داك الكوان خاصو يتقاد، وحتى تجي البريصه ان شاء الله جديده من هنا لقدام، نهار اللي نشري ان شاء الله عاد نقاد هذاك الكوان. دابا راه مخلي فيه داكشي كيف ما هو كيف ما شفتوا. ايوا اختي مسحت حتى هاد لافيستيل هادي بالخل، كنمسحها بالخل ديال التنظيف من برا، كترجع تشعل ما شاء الله، هو اللي نافعني فيها، وما كنخافش كاع زعما يخسر عليها شي حاجه اولا. بالنسبه اختي لافيستيل الثلاجه ما تقديش ديري لهم شي برودوي تخافي داك الاينوكس ديالهم يخسر او يكشف، فاحسن حاجه تمسحي بها هاد لا ماشين، عندك المصبانه وهاد لافيسيل والثلاجه، احسن حاجه تمسحيهم بها هي الخل ديال التنظيف، الخل الابيض ديال التنظيف، كيخليهم كيشعلوا وما تخافي من حتى شي حاجه نهائيا.
هادشي باش كنقي انا لافيسيل وكيخليها كتشعل ما شاء الله كيف ما غادي تشوفوا. صافي داك الفاز اللي كنت حاطه عاوتاني فوق داك البلاكار اللي حاطه فوق منه ديك البريسه ديال القهوه، حيدته ورجعته هنايا عاوتاني فوق لافيسيل. وبالنسبه لداك البلاكار رجعت من فوق منه ديك الدجاجه اللي كندير فيها البيض. انا كيعجبني اختي التغيير، وما كتعجبنيش زعما الحاجه تبقى شاده واحد البلاصه. خاصني ولا بد مره في الشهر، مره في 15 يوم ندير شي تغيير في الكوزينه، وبداكشي اللي فيها ماشي بالضروري غنشري شي حاجه. كنحول هذه من هنا وهذه من هنا، كندير واحد التغيير وصافي. انا كنوقف في الكوزينه زعما كنبغي نخدم فيها وانا مرتاحه، عيني تشوف شي حاجه اللي زوينه. انا هكا شخصيتي، وهذه هي امري. واختي هذا هو البلاكار. درت فيه هاد درت فيه هاد اللصيقات هادو، والله ما عارفه السميه ديالهم. المهم هاد اللصيقات هادو لصقتهم هنايا كيف ما شفتوا. هادو بعد اللي في الباب نقول لكم واحد اليومين 3 ايام ما غاديش نلقاهم فما، غتحيدهم ريم، هذه عارفاها. ولكن دوك اللي فوق هذوك راه ما غاديش توصلهم. هما اللي زعما اعتمدتهم هكا فيهم الكاس ديال القهوه والبراد وواحد المزهريه، خليتهم فما وصافي. ورجعت اختي كل حاجه لبلاصتها باش اختي نوجد العشاء. بالنسبه للافيسيل درت فوق منها هذيك القريعه ودرت هذا الفاز وخلاص. ديك البومبوميغ اللي كندير فيها لي كابسول، ودايره حداها هاد المنظمه. بالنسبه لهاد المنظمه راه دايره فيها القراعي ديال الكونفيتور ديال القهوه، داكشي كامل اللي كنحتاج في الكوزينه. وهاد البواطات دايرهم من الفوق فيهم داكشي اللي كنحتاج للكيك، الخمارات، سكرفاني. وبالنسبه اختي لهاد الشبيك راني شريت هذه ورقه سيدنا موسى، عرفتو شريتها طريه بحال المعدنوس بحال الربيع، وحطيتها في هاد الشبيكه وخليتها كتنشف. دابا راه هي نشفت، عرفتوا ديك الورقات رجعوا يابسين. غادي نحيدهم ان شاء الله باش نديرهم هكا في شي قريعه وندخلهم للمجر مع العطريه، باش نجيب عاوتاني واحد الربيطه اخرى ونخليها فما عاوتاني كتنشف. عرفتوا فاش كتشرو هاد ورقه سيدنا موسى جديده طريه وكتنشفوها في الدار، زوينه الريحه ديالها، وحتى الورقات كتبقى فيهم واحد النسمه اللي كتبقى ما شاء الله مده طويله، ماشي بحال ديك اللي كنشروها من عند العطار ديجا يابسه الصراحه. ايوا صافي راكم عارفين هذه الوقيته ديالها كتكون موجوده هكا عند الناس اللي كيبيعوا هذا الشيء. داكشي علاش جبت هذيك الربيطه، وغادي نعاود نجيب ربيطه اخرى. صافي هنايا كتشوفوا الكوزينه عندي اختي منظمه. هنا كنت جبت الزيتون كيف قلت لكم، خرجت للسوق البارح، جبت معايا الزيتون الكحل وجبت الزيتون مشرمل وحطيته اختي في الثلاجه. ما درتو لا في البواطه لا والو، دابا يلاه تفكرتو خرجت البواطه اللي كندير فيها الزيتون. صافي غندير فيها الزيتون ونرجعها للثلاجه باش نوجد العشيوه ديال اليوم ان شاء الله ونشاركها معكم بطبيعه الحال. نصلوا على رسول الله الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خلوا لي التعاليق ديالكم، خلوا لي اللايكات حبيباتي، ما تنسونيش من اللايكات. اللايك راه مشجع لي انا، يحفزني باش نصور فيديو اخر. تحمسوني وشجعوني بدوك اللايكات ديالكم، وديجا ما كتبخلوش عليا، الله يحفظكم. ما كتبخلوا عليا لا من التعاليق ديالكم ولا من اللايكات ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف. ندوز نوجد الصوبه. بالنسبه لهنايا عندي واحد البصله متوسطه شلطتها رقيقه ودرتها في الطنجره، درت عليها الملح ودرت عليها الابزار، وغادي ندير لها زيت الزيتون والزيت الروميه. ديك الزيت الروميه كنديرها على حساب باش ما يتحرق لي زيت الزيتون، لانه هاد البصيله هذه غادي نخليها تشحر في الطنجره حتى يدخل هذاك، فهمتوا راكم عارفين، تشحر يدخل هذاك شويه ديال الطياب، عاد نضيف عليها الباقي. صافي حطيت اختي الطنجره ديالي فوق البوطه. هنايا عندي العدس الاحمر، هنايا عندي واحد الزليفه صغيره ديال العدس الاحمر، نقيته وغسلته شحال من مره. ضروري تغسليه 4 5 ديال المرات باش ما يتلقلقش ديك الرغوه ديالو في الصوبه. غسليه وعاودي غسليه وعاودي حتى تشوفيه يتنقى. بالنسبه للخضره عندي القرعه ديال الكسكس، القرعه الحمراء، خيزو وبطاطا. صافي هادشي اللي غندير في الصوبه، وصدقوني كتجي خطيره في المذاق. شحرت البصله مع الزيت مع الابزار مع الملح كيف ما شفتوا، وهون واقفه حدا الطنجره ما تحركت من حداها كاع نهائيا باش ما تنحرق البصله. الا انحرقت ديك البصله المذاق ديال الصوبه لا يتبدل. ضروري كنبقى واقفه عندها نحركها حتى كنشوف ديك البصله تشحرت النص تقريبا، وكنزيد عليها الخضره وكنزيد عليها داك العدس الاحمر، وكنوقف حداها كنبقى نحركها ونشحرها مزيان واحد شويه. صافي حتى كنشوف ديك الخضيره حتى هي تشحرت شوي،
وكنمرقها. بالنسبه اختي للعدس الاحمر ضروري راني كنغسلو شحال ديال المره، المهم 4 المرات 5 6 على حسب. كنبقى نغسلو ونصفي نغسلو ونصفي حتى كنشوف داك الماء ديالو ولا كيخرج نقيه وكتحيد منه واحد الرغوه. سبحان الله العظيم، الا درتي العدس مباشره اكيد راه الصوبه غادي تلقاي فيها واحد الرغوه، فهمتوا؟ ما خاصهاش تكون في الصوبه. فداك الشيء علاش من الاحسن داك العدس الاحمر يتغسل مره وجوج وثلاثه وربعه حتى يتنقى. وهون مرقتها الماء القدر زعما اللي غادي يطيب لي الخضره. راكم عارفين كل طنجره وهي وعلى حسب ملي الكميه ديال الخضره اللي دايره. غنخليها طيب على نار مهيله حتى طيب مزيان باش نوجدها. وهنا فاش قربت الصوبه ديالي صافي شفتها صافي طابت غادي نطحنها زعما. جيت باش نوجد الطبيله ديال الكوتي كيف قلت لكم، دايره الطبيله ديال الكوتي وفي نفس الوقت عشاء جمعتهم بجوج في خطره وهنيت راسي. عشيوه زوينه مغديه. وراكم عارفين اختي في هذا الوقت هذا الحال ولا كيبرد فضروري ديروا شي عشاء اللي يكون صحي. في الصيف سبحان الله ما عندناش مشكل، العشاء كنتعشاو غير شي حاجه خفيفه وكتكفي، ولكن في هذا الوقيته والحال بارد ضروري اختي كتبغي العشاء وكتبغي شي حاجه اللي تكون دافيه. هنا وجدت الطبيله هكا ديال الكوتي. بالنسبه للصبه هي طابت كيف ما كتشوفوا، طاب داكشي كامل ما شاء الله، طاب مزيان. ما بقى لي الا نطحنو دابا بالميكسور. الا عندك الميكسور طحني مباشره في الطنجره واخا زعما تكون حاميه، ولكن الا كان عندك الكاس ديال مولينيكس هو فاش كتطحني غتخلي الصوبه ديالك حتى تبرد تكون دافيه، ماشي تبرد كاع بزاف باش ما تلوى بطاطا، غير تكون دافيه القياس اللي غادي تحملوا المولينيكس. وطحني في مولينيكس رجعيها للطنجره ورديها فوق البوطه تسخن مزيان. كان عندك الميكسور احسن، الميكسور عملي بزاف بزاف اختي كيهنيك حتى من ديك القوه الروينه ديال المولينيكس. ولكن كيف قلت لك الا ما عندكش طحني في المولينيكس هذا اختي ما كيمنعكش ابدا انك ما ديريش الصوبه وتستافدي من المنافع اللي فيها، تعطوها لوليداتكم يعني تشربوها حتى نتوما. راه صحيه ومغذيه، القوام ديالها كيجي على هذا الشكل هذا، كتجي خاتره. صدقوني راه فعلا كتجي زوينه، راني ماني مبالغه في المذاق ديالها كنقول لكم زوينه زوينه، لا والله العظيم من المذاق ديالها فعلا كتستاهل انه يتشكر وصحيه. دابا الاضافه اللي ندير لها هي القشطه ديال الطبخ. بغيتو تخلطوها مع الصوبه كامله في الطنجره لكم الاختيار، بغيتو ديروا بالطريقه اللي كندير انا كتعجبني دائما اللمسه ديالي وهكا كتعجبني الحاجه تكون متوله، لانه حتى العين كتوكل قبل من الكرش. انا كنديرها هكا بهذا يعني بهذه الطريقه هذه كندير هاد النقيطات. وشاركت معكم الطريقه اللي كنزين بها. كنشد واحد الكوردون دوك العويدات ديال السنان وكندي هكا في الوسط ديال دوك النقيطات اللي درت باش كيولي عندي واحد الشكل ديال قريبات. مهم راكم عارفين سبحان الله الحاجه ملي كتكون متوله كتفتح لك حتى الشهيه بانك توكلي. اش فهمتوا؟ الحاجه ملي كتكون متوله وزوينه واخا تكون حاجه بسيطه تحطيها متوله، حطيها في شي طبس زوين، حطيها في شي كاس زوين، حطي شي طبيله زوينه متوله بداك الشيء اللي عندك. راه غير شويه ديال العكز. وكاينين الناس الصراحه اللي ما كيهتموش بهذه التفاصيل هذه، ولكن نبغي نقول زعما انه راه دوك الناس مضيعين عليهم واحد المتعه اللي هي زوينه، لانه راه ماشي غير الكرش اللي كتشبع، راه حتى العين والروح والعقل سبحان الله. كتبغي تشوفي حاجه اللي هي زوينه ومتيوله. حطيت الطبيله ديالي قوتي وعشا في خاطر اختي حيدت عليا اليوم العشاء بكري تهنيت. وكيف ما كتشوفوا الحمد لله عشاء اللي هو صحي، خصوصا ديك الصوب صراحه زوينه وصحي بزاف. حطيت هنا واحد الملوي وبطبط معمر والبغرير. الله يدومها نعمه علينا وعليكم. كنبغي نشكركم ونبغي نفكركم ما تنساونيش من لايكات، خلوا لي اللايكات للفيديو حبيباتي الله يحفظكم. اللايكات راه مهمين بالنسبه لي بزاف، علاش؟ لانهم كيشجعوني باش نزيد نصور فيديوهات اخرين. وما كتبخلوش عليا من اللايكات وما كتبخلوش عليا من التعاليق، الله يحفظكم. ولكن غير كنبغي نفكر الاخوات اللي هما كينساو وصافي. وسمحوا لي الا كنقول لكم هاد زعما هاد النقطه ديال اللايكات دائما راني غير كنبغي نفكركم وصافي. الله يحفظكم. وكنبغي نشكركم وكنوجه لكم الشكر كبير بلسان السيده اللي بارطاجيت معكم في الفيديو اللي فات اللي كان عندها مشكل مع الجاره ديالها. قرات التعاليق ديالكم وتواصلت معايا قالت لي راه التعاليق كاملين الاغلبيه قالوا لي من الاحسن نرحل. كيف ما قلتي لي انت ام الريم صافي داك هو القرار اللي غادي ندير. قالت غنقلب على الكرا دابا. وقالت لي شكري لي المتابعين ديالك بزاف بزاف، وقالت لكم الله يسهل عليكم واحده واحده.
الله يحفظكم وشكرا لكم بزاف. وهذا هو الروتين ديال اليوم. تعشينا، عرفتوا اش غادي نقول لكم؟ هذه الطبيله نقول لكم واحد ساعتين تقريبا وهي محطوطه. عرفتوا اختي اش غادي نقول لكم؟ درنا كوتي وتعشينا وبشويه علينا وتفرجنا. والله العظيم لاحسن حاجه درتها فهاد العشيه هذه اولا فهاد الليله هذه هي جمعت كوتي وعشا بخطره. تهنيت اختي. من بعد ما تعشيت جمعت الماعين اختي درتهم في لافيسيل. ضروري خاصني نقي الكوزينه قبل ما ننعس. درت هنا ديك الكابسول ديال لافيسيل. جمعت دوك الماعن كامل اللي عندي في لافيسيل. نقيت البوطاجي باش نخلي الكوزينه ديالي نقيه هكا الصباح ان شاء الله. منين نوعه اختي ندخل الكوزينه نلقى واحد الكوزينه اللي نقيه، نعرف بعدا فين نبداها، نعرف كيفاش نبدا فطوري. انا مهم عندي هذا الروتين المسائي في الليل، ضروري خاصني نقي الكوزينه. ما كتديش الوقت نهائيا، راه ماكسيموم كاع 20 دقيقه الا تعطلتي فيها هانك ساليتي، نهار الاخر تصبحي مرتاحه. ضروري كنتاكد من هاد الفرفارات ديال لافيسيل الفوقانيه والتحتانيه، ياك ما شداهم شي حاجه باش ما يتهرسوا لي كندورهم. ملي كنشوفهم صافي مزيان ديك الساعه كنسدها وكنخدم. عرفتو كتهز بزاف ديال الماعين ما شاء الله. والرحمه ديال مولانا الله يسهل على اللي باقي ما دارت لافيسيل، الله يسهل عليك اختي ديريها وتهنيك اختي. والله حتى تهنيك من تماره والله العظيم. صافي كيف ما كتشوفوا رجعت كل حاجه لبلاصتها. كوزينه حتى هي اختي كتشوفي نقيتها. ما يمكنش نخلي الكوزينه مرونه في الليل ونمشي ننعس، لانه النهار الاخر غادي نوعا ندخل الكوزينه غادي نكون تالفه. واش نغسل الروينه ديال البارح ولا نبدا في الروينه ديال اليوم؟ واش نوجد الفطور؟ واش ما نعرف فين غنحط راسي. اللهم اختي دائما كنحاول نقي الكوزينه قبل ما ننعس. هنا كيكون عندي دائما نهار جديد زوين. بالنسبه لدوك اللاصيقات اللي فيهم الطنجره والبراد راني درتهم هنا في هذه الجهه، ووحيدين اخرين فيهم الشكل ديال فاس درتهم لها حدا لافافو. صافي المهم انا لصقتهم. نتوما حتى تخلوا لي التعليق ديالكم واش جاو زوينين اختي اولا كاع لا علاقه. المهم خلوا لي التعاليق ديالكم. وهنا كنقول لكم رانا صافي اختي قربنا لنهايه الفيديو. نتوما كتشوفوا كلشي على عينيكم، كل حاجه في بلاصتها. الحاجه اللي كندير في الليل قبل ما نعس الكوزينه كنعطرها كندير لها المعطر. دائما كل ليله كندير لها المعطر باش هكا في الصباح ملي كنوعى كندخلها كنلقى فيها رويحه زوينه وما كتكونش ديك الريحه ديال الماكله. يعني حتى المعطر كيحيد الريحه ديال الطياب، كيحيد الريحه ديال الماكله اللي كتكون في الكوزينه باش هكا الدار كامله. يعني ماشي ديك الريحه اللي كاينه في الكوزينه تمشي دوز لي للدار مثلا. فهمتوا؟ هاد التفاصيل بسيطه ولكن فعلا راه كتلعب دور كبير في النفسيه ديال المراه وفي الهواء ديال الدار وفي الريحه ديال الدار. صافي اختي ساليت واخيرا. دابا غادي نمشي نغسل يديا ونرطبهم ونشد المانطه ديالي ونتكمش اختي على البرد. وصلنا لنهايه الفيديو. نقول لكم الى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.